فن التعامل مع الناس. عليك بأربع حاجات، ده لو عاوز تكسب احترامك لنفسك وتفضل محافظ على مكانك وقيمتك. أول حاجة، ما تجادلش حد، خصوصا اللي عاوز يقاوحك ويناهدك في الكلام وما بيقتنعش برأي غيره أبدا، يبقى الجدال معاه هيخسرك على الفاضي. فتعلم تحط نقطة وتقفل الكلام في الوقت المناسب. الجرجرة في الكلام غلط وبتجيب مشاكل، والكلام له شهوة وما يتحكمش في شهوته إلا الشخصية القوية. ولو عرفت تمسك لسانك اعرف إنك إنسان قوي. تاني حاجة بقى ودي الأهم، ما تتعشمش في العايب. حد دايما بيتنادل معاك عمره ما سندك ولا دعمك، هتيجي تتعشم فيه يبقى هتفضل ليل ونهار زعلانين، ومش هتاخد من العشم غير النكد والعكننة وقلة الراحة وقلة النوم، وهيطلعك في الآخر انت الغلطان. وعلى رأي المثل، ان طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب. تالت حاجة، قلل طلباتك. الناس في نظر الناس عاملين زي الهرم اللي مصنوع من المكعبات، وكل ما تطلب منه حاجة كل ما يقع منك مكعب صغير. عشان كده كتر السؤال والطلبات الكتير بتقلل الواحد في نظر غيره، فخلي الطلب والسؤال آخر الحلول بالنسبة لك، إلا لو كنت مضطر أو بتتعامل مع شخص شواف وبيراعي. أما رابع حاجة، سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد أروح من إيه؟ من ترك ما لا يعنيني. واحدة ست شايلة طبق ومغطياه، فسألها واحد وقال لها: إيه اللي موجود في الطبق؟ فردت عليه وقالت له: ولما غطيناه؟ لو أنا عايزاك تعرف إيه اللي جواه هغطيه ليه من الأول؟ وما تخليش طيبة قلبك تحطك في مواقف تحرجك وتقللك قدام الناس، وخد قرار إنك ما تسألش في اللي ما يخصكش. كيس أسود ما قولش إيه اللي جواه، باب مقفول ما اسألش إيه اللي بيحصل وراه. رأيك ومعلوماتك ما تنطقش بهم غير للي طلب يسمعهم، ومالكش دعوة بحد في اللي أنا عمل في اللي أنا سوت. الله يسهل للجميع، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه بقى. فعاوز تكسب احترام الناس وتحافظ على قيمتك وسطهم، نقطة ومن أول السطر. وأقول لك تاني، ما تجادلش حد، قلل العشم، ما تطلبش كتير، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه أبدا. وبس كده، سلام عليكم.